هاكمل منهج سنة تانية، يعني هاكمل منهج سنة تانية. أهلًا بيكم في حلقة جديدة من منهج سنة تانية في اللغة العربية. أنا عارفة إن إحنا متأخرين شوية، بس معذرةً والله كنت تعبانة الفترة اللي فاتت، فأنا راجعة بإذن الله بقوة علشان نخلص المنهج سوا. طبعًا بعد العيد هننجز أكتر شوية، بس خلّونا ناخد حلقة كده على السريع قبل العيد. طب وصلنا لفين يا مس أسماء؟ إحنا وصلنا سوا لدرس بسم الله. إحنا خلصنا لوحاتي، وصلنا لدرس القطة والمطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي القطه والمطر. يلا بينا واحده واحده. اول حاجه بحب اعملها طبعا ان احنا بنقطع العنوان. القطه والمطر. عندك القطه دي لام ايه؟ ها، قمريه. طب والمطر لام قمريه برضو. طيب بص تعالى نكمل. التاء دي اسمها ايه؟ تاء مربوطه منفصله ولا ايه؟ متصله. برافو عليك يلا قلت متصله. طيب ده حرف ايه؟ شاطر يلا قلت حرف عطف. في هنا ايه؟ في هنا شدة. شدة ايه مالها؟ مفتوحة. طيب تعالوا نقرأ بقى مع بعض ونشوف. بيقولك بقى هنا ايه؟ احط علامة صح امام الكائن اللي بيحتاج للمساعدة. هنا عصفور بيطير مش محتاج مساعدة، هنا قطة زعلانة محتاجة مساعدة، هنا كلب بيلعب مش محتاج مساعدة. طب تعالوا نشوف ايه اللي حصل. القطة والمطر. كنت في الطريق العودة من المدرسة مع أمي، وكانت الأمطار تسقط بشدة، ورأيت الناس في الشارع يضعون مظلات فوق رؤوسهم، وكانت أمي أيضا معها مظلة لتحميني بها من ماء الأمطار، فشكرتها على اهتمامها بي. عندما وصلنا إلى البيت وجدنا عند الباب قطة صغيرة مبتلة ترتعش من البرد. إيه اللي حصل؟ كان في ولد ومامته مروحين من المدرسة، كانت الدنيا منطرة جامد جدا يا سنة تانية. أوي 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 نطر غزير كتير أوي. بعدين ايه اللي حصل يا مس اسماء؟ كان كل الناس ماسكين مظله وهم ماشيين، حتى الولد ومامته كانت ماسكه برضو مظله علشان تحميه من المطر. طب وبعدين ايه اللي حصل يا ترى؟ بعدين الولد وهو ماشي شكر مامته على انه ايه؟ على ان هي بتهتم بيه. بس هو داخل عند الباب بتاعهم لقى عنده قطه صغيره. بص كده، لقى قطه صغيره مبتله وبترتعش من كتر البرد. فاستأذنت أمي في أن أساعد القطة، وعندما وافقت أسرعت أسرعت إلى الداخل وحضرت منشفة ناعمة، وجففت القطة وأحضرت صندوقا ووضعتها فيه، وقدمت لها الطعام والماء. قلت للقطة وأنا مبتسم: الآن أنا بخير، لا تخافي، أنت بخير. قالت أمي: أحسنت يا عادل، يجب أن نرفق بالحيوان. بصوا بقى تعالوا نشوف. كنت ده فعل إيه؟ كنت ده فعل ماضي خلص. فعل ماضي. في طريق العودة. العودة اللي هو الرجوع من المدرسة. طب العودة فيها لام قمرية، المدرسة لام قمرية، مين ده حرف جر، وفي ده حرف جر مع أمي. أمي فيها ياء ملكية ومد بالإيه؟ بالياء. طب الممدود حرف الميم. كانت ده فعل ماضي برضو فيها مد بالألف، والممدود حرف الكاف. الأمطار دي لام إيه؟ برضو لام قمرية تسقط بشدة. في تنوين بالكسرة أهو، مسكته قفشته. رأيت يعني شاهدت الناس في الشارع يضعون مظلات، تنوين بالكسرة، فوق. فوق ده ظرف ايه؟ ظرف مكان. رؤوسهم. طب ليه قلت ظرف مكان؟ علشان انا حددت بيه المكان مش الزمان. وكانت امي ايضا، تنوين بايه؟ بالفتح، معها مظلة لتحميني بها من ماء الامطار. فشكرتها فيها مد شكرتها هي فيها مد بالايه؟ بالالف، والممدود حرف الهاء، على اهتمامها بي. عندما وصلنا الى البيت، الى ده حرف جر، وجدنا عند الباب قطة، تنوين بالفتحة، صغيرة، تنوين بالفتحة، مبتلة، تنوين برضو ايه؟ كل ده بالفتح، وفيها تاء مربوطة. ادي تاء مربوطة متصلة، تاء مربوطة منفصلة، تاء مربوطة متصلة. ترتعش من البرد. البرد لام ايه؟ لام قمرية. برافو عليك يا وطر يا اللي بتساعدني. فاستأذنت أمي في أن أساعد القطة، وعندما وافقت أسرعت إلى الداخل وأحضرت منشفة ناعمة، برضو تنوين أهو أهو،
وجففت القطة وأحضرت صندوقا ووضعتها فيه وقدمت لها الطعام والماء. قلت للقطة وأنا مبتسم: الآن أنت بخير، لا تخافي. قالت أمي: أحسنت يا عادل، يجب أن نرفق بالحيوان. تعالوا نشوف معاني الكلمات بتاعة الدرس. بص، في هنا الظواهر اللغوية احنا قلناهم في الدرس، تعالوا نشوف المعاني على طول. الكلمة ومعناها: العودة معناها الرجوع، تسقط معناها تنزل، شدة يعني قوة، رأيت يعني شاهدت، مظلة اللي هي الشمسية، ترتعش اللي هي تهتز كده من كتر السقعة، استأذنت يعني طلبت الإذن، قلت لو سمحتي، من شفاء اللي هي فوطة، تخافين يعني تقلقين، لما أقولك أنت خايف يعني قلقان، نرفق يعني نرحم. طب الكلمة والمضاد بتاعها: العودة يعني الذهاب، تسقط يعني مع عكسها تصعد، ده كله عكس، شدة عكسها ضعف، أساعد يعني المضاد بتاعها أخذل، صغيرة عكسها كبيرة، تخافين عكسها تطمئن، البرد عكسها الحر، وافقت عكسها رفضت، أسرعت المضاد بتاعها أبطأت، الداخل المضاد بتاعها الخارج، ناعمة عكسها خشنة، نرفق عكسها نقصو. طريق جمعها ايه؟ طرق. المدرسة جمعها المدارس، البيت جمعها البيوت، طب الباب جمعها الأبواب، قطة جمعها قطط، طب صندوق جمعها صناديق، الطعام جمعها الأطعمة، جمعها أمهات. طب الجمع والمفرد: الأمطار جمعها المفرد بتاعها المطر، طب مظلات مفردها مظلة، رؤوسهم جمعها رأس، الحيوانات المفرد بتاعها قصدي الحيوان. طب بيقولك: ماذا رأى عادل في الطريق العودة؟ رأى الناس في الشوارع يضعون مظلات فوق رؤوسهم. طب ماذا كانت تحمل الأم؟ كانت ماسكة مظلة. طب ولماذا؟ علشان تحمي عادل من مياه المطر. ماذا وجد عادل عند باب البيت؟ وجد قطة صغيرة مبتلة ترتعش من البرد. طب فعل ايه بقى؟ ماذا فعل عادل عندما وجد القطة؟ استأذن أمه في أن يساعد القطة. كيف تصرف عادل مع القطة؟ جاب لها صندوق وطعام ومياه أهو، أحضر منشفة ناعمة وصندوق ووضعها فيه وقدم لها الطعام والماء. ماذا قال عادل للقطة؟ الآن أنت بخير، لا تخافي. ماذا قالت الأم العادل؟ قالت: أحسنت يا عادل، يجب أن نرفق بالحيوانات. درس سهل ولا لأ؟ عايزة أقول لكم إن هو سهل جدا 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 وأنا بحبه قوي. الدرس برضو اللي جاي هيبقى سهل، اللي هو إيه؟ أسلوب النداء. بس كده إحنا خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان تحضر الحصة الجاية. باي باي.